قبل الهيبوظة ما تيجي السرعة كانت لعبة، بعدها بقت خطر. في نهاية التسعينات العالم كان فاكر إنه وصل لأقصى سرعة ممكنة، لحد ما سوزوكي قالت لأ إحنا لسه ما بدأناش أصلا. الفيديو ده مش عن موتوسيكل، ده عن لحظة غيرت صناعة كاملة حرفيا. سوزوكي دخلت المشروع بهدف واحد بس، أسرع موتوسيكل في التاريخ، ولا تصميم للمنظر، كل حاجة اتعملت ضد الهوا. من هنا ظهر شكل غريب الناس سخرت منه، وبعدها خافت منه حرفيا. في ناس هتقول لي يعني ايه هيبوظة أصلا؟ هقول لك ببساطة ده اسم أسرع صقر في العالم. الصقر مش بيطارد، بيظهر فجأة ويختفي فجأة، وده بالظبط إحساس البايك ده، انقضاض صامت وضربة للسوق كله. الموتوسيكل ده محرك 1300 سي سي، في زمن كان 1000 إنجاز فيه حرفيا. أول بدأ يكسر 300 كيلومتر في الساعة رسميا من غير تعديلات. ساعتها الشركات التانية فهمت إن اللعبة خرجت عن السيطرة. بعدها ظهر سباق مجنون بين كawasaki وياماها وهوندا، كل واحد عايز يكون الأسرع، وفي الآخر اتفقوا يوقفوا عند 299. مش خوف من المنافسة، خوف من اللي جاي. الغريب إن اللي هيبوظ مش عدواني في السواقة، هو ثابت وهادي. سرعته مش صدمة، سرعته اختفاء تدريجي من الواقع. بس محدش يقدر يكرر اللي عمله اللي هيبوظة، مش لأنه كان الأفضل، لكن لأنه كان الأول. يمكن الزمن عدى الهيبوظة بالأرقام بس مش بالإحساس. السؤال الحقيقي، انت لو قدامك صقر اليابان دلوقتي تركبه ولا تكتفي تتفرج عليه من بعيد بس؟